فمره تانية شكرا والله لتشيلسي وماريسكا على الفوز العظيم اللي بيقدمه لنا ده، وعلى الصداره اللي جات لنا على طبق من ذهب دي. خلّصت؟ اه خلّصت؟ اه أنت بتتشعبط في الفوز بتاعنا يعني؟ أنت عرفت تكسب ليفربول؟ لا. يبقى تعالَ قُل لي هاعلّمك تكسب إزاي، اتفضل، سيبني أنا أتكلم. أهو يا سيدي، أهو، طب أهو، فاز من يستحق يقرع، وتاري يا أخي أبو تريكة مش سايبك في حالك من زمان، بس طلع معاه حق في الآخر، مع السيطرة الواضحة في معظم فترات الماتش وكم من نحس والفرص الضايعة دي، أنا قاعد باقول أيوه، أنا عارف السيناريو ده كويس، بس الحمد لله في الآخر الكرة بتنصفنا على غير العادة، غصبًا عن الجعر اللي اسمه أنتوني تايلور، الفريق في المجمل عمل ماتش جامد أوي، لأ يعني كل اللعيبة بجد كانوا جامدين وكله كان في مستواه، واللي فاجئني فعلًا بادياشيل اللي عمل شوط أول جامد أوي، بس الحلو ما بيكملش طبعًا وكالعادة اتصاب وطلع ومن بعده أتشيمبونج كمان. عندنا مدافعين كسروا وبيتصابوا كمان، بس فعلًا بادياشيل لحد ما طلع أنا ممكن أقول إنه كان أحسن واحد في الفريق، بعد كايسيدو طبعًا اللي هنيجي له كمان شوية، ثواني بس ما أنا لو جيت له كمان شوية أنا مش عارف أقول إيه، ما أنا خلصت فيه كل الكلام أصلًا، بس كل اللي أقدر أقوله بمنتهى البساطة لكل مجتهد نصيب، عن نفسي بافرح جدًا للعيب مجتهد زي ده لمّا يجيب جون وهو مش في مركز هجومي أصلًا، بافرح بيه أكتر من أي جول للعيب تاني، بس عارف اللي يزعل بقى؟ لمّا تشوف لعيب زي لافيا وحظه مع الإصابات، اللعيب ده من أول لقطة ليه في تشيلسي وأنا قُلت عليه لعيب شوارع، بدون مبالغة هي خامة ما شُفتش منها كتير في الكورة، وأنا قُلت حاجة في أول فيديو عملته إن لافيا ده لو استمر بدون إصابات هيقعّد إنزو في البيت مش على الدكة، تحياتي لكل حواري البرازيل حارة، وعلى رأسهم طبعًا الحارة اللي جابت لنا الجوهرة السمراء القادمة استيفاو، ربنا يبعد عنه الإصابات بس وهتشوفوا في الملعب حاجة جامدة جدًا بعيدًا عن الزبالة اللي بنشوفها في جيتنز وشاكلته، فوز مبهج وجميل ويخلّيني أقول عايزين بس شوية حظ وتوفيق كده والمصابين يرجعوا والجهاز الطبي يفوق معانا شوية، وأنا ساعتها أقدر أأكد لكم إن ده ماتش التحول في موسم تشيلسي زي ماتش فولهام الموسم اللي فات، وبس كده ما تنساش تعمل لايك وفولو على فيسبوك وتيك توك وإنستجرام ويوتيوب عشان تشوف كل الفيديوز اللي جاية. سلام.